حول هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان. اهلا بك دكتور محمد معنا في هنا الرياض عبر الاخباريه. الجانبان السعودي والعراقي ثمنا طبعا في البيان الذي صدر بعد هذه الزياره لوزير النفط العراقي، ثمن التقدم الحاصل في مشروع الربط الكهربائي واكد اهميه الاسراع في تنفيذ هذا المشروع وربما زياده ايضا يعني خط الربط مستقبلا. لكن ما الذي يعيق تنفيذ هذا المشروع، او هل من عوائق اساسا للبدء او استكمال تنفيذ هذا المشروع دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. في الواقع التعاون بين العراق والمملكه العربيه السعوديه لم يكن وليد الساعه، وانما كان هذا التعاون قد بدأ منذ اكثر من عامين، وفي ظل التفاهم والتنسيق بين الدولتين لزيادة الاستثمار المتبادل سواء في المملكة العربية السعودية أو في العراق. بالنسبة للربط الكهربائي أيضا هذا نوقش، والمشروع قائم على قدم وساق كما يقال، ويتوقع الانتهاء منه خلال العامين القادمين. وهذا بطبيعة الحال سيساهم في تخفيف العبء الاقتصادي الذي تعاني منه دولة العراق الشقيقة. وهنالك أيضا تفاهم حول مشروعات التعاون أو الشركات السعودية لأن تتعاون مع الشركات العراقية في مختلف المشروعات ومختلف القطاعات الاقتصادية. طيب يعني أين تكمن مشكلة العراق دكتور؟ بما نتحدث عن مشروع الربط الكهربائي، العراق ينتج 19,000 ميجا وات، حاجته الفعلية حوالي 30,000، وبالتالي هو يلجأ للاستيراد من دول الجوار الآن من إيران تحديدا لسد هذه الفجوة. لماذا يلجأ لذلك رغم أنه من أكبر المنتجين للنفط؟ هو يفضل العراق بطبيعة الحال يفضل أن يكون تعاونه مع المملكة العربية السعودية، كون المملكة العربية السعودية دولة ذات مصداقية كبيرة ولا تتراجع عن التزاماتها بين الحين والآخر كما تفعل إيران. لذلك هنالك ابتعاد عن الخط الإيراني، خاصة في ظل التطورات التي حدثت مؤخرا بين العراق وإيران، وبالتالي التقارب المملكة والعراق مهم جدا في هذه المرحلة. ولا ننسى أن العراق دولة أساسية، هي أحد الدول التي أسست أوبك في عام 1960، وهي أحد الدول الخمس في ذلك. ولذلك نحن في المملكة العربية السعودية نولي أهمية كبرى لتعاوننا مع العراق في هذه المرحلة. طيب يعني حل الاستيراد من إيران دكتور كما تعلم هو يعني ظل قائما حتى يعني أوقفت طهران خطوط الإمداد إلى بغداد بحجة تراكم الديون. هل سعت إيران أساسا يعني لكي تجعل العراق تحت ضغط سياسي واقتصادي من خلال يعني هذا الملف؟ ليس هذا المجال فقط، وإنما أيضا بالنسبة للغاز إلى آخره. لكن حتما المشروع الربط الكهربائي إذا ما انتهى يقلص من اعتماد العراق على إيران في استيراد الكهرباء، وهذا بطبيعة الحال يساهم في فصم العلاقة التي كانت العراق معتمدة بشكل كبير على ما تصدره إيران في مختلف قطاعات الطاقة، وتدريجيا يؤدي إلى استقلاليتها خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية بين الدولتين. جميل. طيب في مجال النفط دكتور، وفي مجال أيضا اتفاق أوبك بلس، الجانبان أكدا أهمية العمل ضمن إطار اتفاق أوبك بلس، لكن ما أهمية التعاون والتنسيق السعودي العراقي تحت هذه المظلة؟ العراق دولة مهمة بالنسبة للإنتاج النفطي، وهذه نقطة أساسية لابد أن نعيها. العراق هي تعتبر في إطار أوبك وليس أوبك بلس، تعتبر ثاني دولة منتجة للنفط، تنتج حوالي 5 مليون برميل يوميا، وهي ثالث دولة بعد
كل من روسيا والمملكة العربية السعودية في إطار تحالف أوبك بلس. بالتالي مهم جدا أن يكون هنالك تنسيق تام بين العراق وبقية دول تحالف أوبك بلس، وبالذات في هذه الفترة. طبعا هنالك ضغوط مالية لدى العراق وبحاجة إلى أن تزيد من إنتاجها، لكن حينما تعي بأن تخفيض الإنتاج المتفق عليه في إطار أوبك بلس يؤدي إلى زيادة الإيرادات حتى بالرغم من تخفيض الإنتاج، فإن هذا سيؤدي بأن تلتزم العراق بما تم الاتفاق عليه في إطار أوبك بلس. أنا أشكرك من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي دكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك.